السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا؟ كل سنه وانتم طيبين. احنا يومنا جميل. يومنا ايه؟ عباره عن حمام ايه؟ حمام اسمه الحمام الكذاب. ايه الحمام الكذاب ده يا ماما هيام؟ عباره عن وراك بتجيبيها من الراجل الفرارجي وبتخليها دي بدل دي عوض الحمام اللي كنا بنعمله. الحمام اللي كنا بنعمله دلوقتي بقى اسعاره في السماء، يعني ارتفعت جدا. فاحنا عايزين ناكل الناس حاجه زي اللي كانوا بياكلوها، فايه هي شبيهه بيها، يعني هنعمل لها نفس المكونات ونفس الرز ونفس الخلطه ونفس الحاجه. هنخش بقى ايه، ومعلش اعذروني لو انا بتكلم ايه بسرعه عشان وقت الفيديو محدود، وعشان انتوا برضو ايه اللي بيتفرج يبقى عايز بينهي الفيديو بسرعه. وبشكر كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي واقفه في ظهري، وان شاء الله في خلال كل فتره كده هجيب الناس اللي دايما معايا واقول اساميها واشكرها واحد واحد، والف الف مليون شكر لكل الناس اللي بتدعمني من مصر ومن خارج مصر وكل الدول العربيه. بشكركم يا اغلى ناس في الدنيا. المكونات بتاعتنا عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي الوراك دي حسب الكميه، حسب الحاجه اللي انت ايه اللي انت عايزاها. عايزه تعملي وركين اللي هم حمامتين، عايزه تعملي 3، عايزه تعملي 4، انت تعملي اللي انت عايزه تعمليه. ده حاجه حسب الرغبه بتاعتك. عباره عن ايه؟ بصل، جزر، صلصه، توم، فلفل، قوطه. هنعملهم كده ايه، بس قبل ما نعملهم كده اهو وحطينا المكونات بتاعتنا اللي هي كالمعتاده. كل البهارات اللي انت بتحبي تحطيها في اكلك حطيها. توم باودر، بصل باودر، حبهان، ملح، كمون، فلفل اسمر، كل الحاجات دي حطيها. في جوز الطيب تحطيها وتعمليها كده. الحمد لله اللي انا ما دلقتش، برضو البني ادم مننا يعني ايه ذاكرته يعني مش حديديه اهو. بسم الله ما شاء الله. انا عايزه برضو ايه حته من الخلطه دي بتاعتي دي، مش هحطها كلها على التتبيله دي على الفراخ، عايزه منها دي كده هحطها في قلب الخلطه بتاعت الايه الرز. ماشي، ادي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وحته تانية اهي على الكبده اللي هنعملها برضو ايه، يعني انت مالكيش نفس، احنا عايزين كل حاجه ايه تتظبط كده. وهنا بقى ايه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. وقلنا ايه اهم حاجه النظافه بتاعتنا، وما نشتغل بايدينا مفيش مشكله، واحنا اللي بنشتغل بايدينا احسن ما حد يعمل لنا حاجتنا ايه. ادي الحاجه اهي في التتبيله بتاعتها، تستنى في التتبيله بقى دي انت ورغبتك. عايزه يا ريت تبيتيها من بالليل لو انت عارفه ان انت بتبقى مظبطه امورك وعارفه ان انت ايه اللي هتصبحي تعمليه اعمليها. عايزه تعمليها قبلها بساعه بساعتين، والله كل ما على فكره الطيور والحاجات دي بتاخد في التتبيله او البانيه او الحاجات دي على فكره بتبقى جميله والمذاق بتاعها بيبقى جميل. احنا دلوقتي ايه الخطوه الثانيه؟ احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا تبناها اهي وشلنا حته اهيت بتاع للرز، ودي الكبده بتاعتنا اللي هنعمل بيها ايه الرز. الكبده دي بتاعت فراخ جبناها وقطعناها وهنعملها حته تقصيها بالمقص، ويكون المقص مغسول طبعا ونضيف، وهنشوحها وهوريكم الطريقه اللي احنا هنعملها. احنا سيبنا الفراخ بتاعتنا متبلايه، هنقوم نعمل بقى الرز الخطوه اللي جايه. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الماده الدهنيه ايه حاطينها معلقه سمنه اهي. الكبده بنشوحها الاول اهي وحاطين فيها حته تتبيله دي كده بتاعت الفراخ. يا رب استر وما تعملناش زي بومب بتاع رمضان. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله اهي هنشوحها اهي. العين اتطفت انت ايه مستقصدانه اهي يا حبايبي. نشوح الكبده بتاعتنا في التتبيله، حتى في واحده ما اتقطعتش مش مهم هنقطعها تاني واحنا بنيجي نعمل. يلا اهي بصوا دي حته تتبيله برضو هنحطها تاني يعني تدي بقى ايه ميكس وجمال للاكل بتاع ماما هيام. ويا رب كل اللي يشوفنا يدعمنا، كل اللي يشوفنا يدعمنا. عايزه لايك والكلام الجميل والاشتراكات تزيد. ماشي يا احلى ناس في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلكم من الناس اللي بتخشوا الجنه بدون عذاب ولا حساب يا رب. اهي هنسيبها بقى تتشوح مع التشويحه كده شويه ونقوم حاطين على الرز. بصوا يا حبايبي احنا حاطين الرز على الكبده على حته من التتبيله ونشوحه. اهم حاجه ده انك تشوحي فيه حبه حلوين كده. وفي ناس بتحط بسله وبتحط جزر، دي حاجه حسب الرغبه. يعني ايه انا ما بفضلش البسله تتحط فيه، بس كل واحد وحريته. وفي ناس بتحط البتاع دوت في صينيه
بايركس كده، وترص فيها الحمام، وتقطع من تحتيها جزر، وتقطع من تحتيها طرنشات بصل وطرنشات قوطه، وترصها عليها وتخليها ايه في الفرن على من تحت، وتعملها بورق فويل وتحطها على الشبكه. دي برده اذواق. انا بقى هعمل ايه هنا الخطوه اللي جايه؟ بسم الله ما شاء الله. هزيد، انا مش هحط اي توابل تاني، انا حته التوابل اللي انا خدتها دي عشان ما احطش تاني اللي انا خدتها من الخلطه اهي. مش هحط برده ميه للرز كتير علشان خاطر ايه، انا عايزاه نص سوا عشان هيكمل سواء في الشوربه. انا بفضل اللي هو يتعمل في الشوربه. ليه؟ الشوربه هتخلي لي الحاجه بتاعتي تستوي احسن ما انا احطها ايه في حاجه بايركس او احطها في حاجه. دي عباره الشوربه بتاعتنا اهي. مش هحط برده ملح كتير، حبهان، شعره ملح، شعره فلفل اسمر، بصلايه متقطعه اهي. الشوربه بتاعتنا بتغلي، هنهدي عليها على ما احشي الحاجه، على ما احشي الحاجه وهرصها. هوريكم برده خطوه خطوه. ده اول ما يغلي هنبرده ونبدا نحشي بيه. اوريكم بقى الخطوه اللي احنا بنحشي وبنقفله ازاي بالستيكس، ونوريكم الحاجه بتتعمل ازاي. ايوه يا احلى جمهور واحلى ناس في الدنيا، بصوا بقى يا حبايب قلبي، يا متابعين ماما هيام ويا روحي، ده حمام ولا مش حمام؟ حمام. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا اهو اهو حمام اهي، حمام اهي. الله اكبر، يعني قدامي لضيوفك وقدامي لاولادك وتبسطوا واكليهم حمام. بس بلاش كلمه كداب دي، بلاش يعني نقولها يعني. ادي الحمام اللي احنا عملناه. بصوا بقى طريقته اهي. ادي الرز ده احنا هنرجع تاني نشربه بحبه ايه شوربه. ودي حبايبي احنا اهوت بنسقط حاجتنا على نار هاديه، وحطينا حبه توابل قليله علشان برضو الحاجه ايه متبله، عشان لو انت محتاجه تاخدي من الشوربه تعملي حبه ملوخيه تعملي حاجه. احنا النهارده طبعا الاكله دي هيبقى جنبها ايه حبه ملوخيه هنعملهم، وهي اصلا كده كده فيها ايه. واتبقى رز بتاع الخلطه اهو شربناه، يعني ايه اكله متكامله اهي. ويا ريت كل اللي بيشوفنا وبيتابعنا يبعت لي ويقول لي ايه الاكلات الحلوه اللي ايه اللي ممكن اللي هو عايزني اعملها باستمرار. زي ايه اهي حاجتنا اهي اهي. شربتنا كمان مش كتير يعني، مش حاجه عايمه فيها يعني. نغطي على الحاجه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله وما تعليش. نيجي هنا بقى ايه للملوخيه. عملنا ايه حبه شوربه خدناهم قبل ما نسقط. دي كان هو في عندنا حبه شوربه عملناهم اهو، حطينا فيهم حته تومه، والتومه التانيه اهي على معلقه سمنه بنشوحها. ادي طريقه الملوخيه للناس اللي ما يعرفوش طرق الاكل وبيشوفونا، واللي بيشوفونا برضو وعارفين يبقى الف شكر اللي انتوا بتتفرجوا علينا وانتوا عارفين الحاجه. يمكن برضو ربما تكون حاجه فايتاكوا او معلومه اقولها في حاجه انا اعرفها وقلت لكم يموت المعلم ولا يتعلم. احنا كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حد اسمه ايه لا ده انا عارف كل حاجه. لا، ربنا ما خلقش حد عارف حاجه، كل الناس بتتعلم من بعضها. اهي الملوخيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. يا رب يزيدكم. قبل ما نبدا اي حاجه نقول بسم الله توكلنا على الله، وبذكركم على طول بكلام ربنا. هو احلى شيء، احلى حاجه في الدنيا هو كلام ربنا. نيجي بقى ايه نفككها كده. دي الملوخيه دي احنا مخرطينها على ايدينا اهي، بنربها كده اهي بسم الله ما شاء الله. تبقاش تخليها بقى ايه صيصه بقى، تعمليها تقيله كده تبقى ايه لفه معاكي ولها عرق. بصوا يا حبيبي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حطينا الطشه بتاعتنا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حبه ملوخيه سكر وريحتهم ايه عسل 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 عسل. الله اكبر. ملوخيه خضراء بقى ايه جميله، مش بتاعت صوب ولا بتاعت حاجه. بسم الله ما شاء الله. ما تبرد بقى هي ما بتتاكلش لو هي بارده. بصوا 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 بصوا, بصوا العرق. بصوا 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 يا اخواتي يا اللي في الغربه، سلام ليكم احلى سلام. يا ريت بقى ايه تعملوا لنا مشاركات كتير يا ريت، او عايزه كل اللي يشاركني يكتب لي هو من بلد ايه او من مكان ايه. وشوفوا بقى اكلنا الجميل على السفره. الحمام الكداب والرز عملناه اهو بسم الله ما شاء الله، والملوخيه. وتشوفوا بقى الحمام وهو متحمر وخدنا حته من الخلطه وهنحط عليه عصره قوطه وعلى معلقه سمنه وندهنها ونحطها في فرن البوتاجاز. عايز تحمريها من فوق انتوا حره. ومع السلامه دلوقتي تشوفوا اكلنا على السفره. مع السلامه يا اجمل ناس.